السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير، طمنونا عليكم. النهاردة هنتكلم كلام تقيل بجد بجد. مين اللي هي بتسلك في بيت العيلة؟ الكلام ده مش أنا اللي بقوله بصراحة، اللي بتقوله واحدة من متابعينا، برضو لها كل احترامها والتقدير. مين الست أو البنت اللي بتسلك في بيت العيلة؟ طولة اللسان، اللي ما بيعجبهاش حد، اللي مش فارق معاها حد، اللي اصلا مش عايزه تروح عند حد ولا عايزه تقعد مع حد. ديت لما بتروح عند حماتها، دي بقى في حاله ان هي يعني بص واخده حقها تالت ومتلت يعني. لما بتروح عند حماتها بيتفرش لها الفرشه وبتستقبلها الاستقبال الجيد، وبتعمل كل حاجه، كل حاجه بتتعمل لها يعني. ممكن نقول لا عشان نرتاح من دوشتها، ممكن نقول عشان خاطر القط بيحب خناقه، ممكن نقول عشان شوكتها تقيلة شوية، ممكن نقول عشان جوزها مساعد على كده. ال- الغرض ان هي واخدة حقها تالت ومتلت بجد. فانا شفت النسخة ديت حقيقي، وفي نسخة تاني غريبة قوي يعني، اللي هي حماتها حباها هي واهلها. حماتها حباها هي واهلها، تقولش ان اهلها دول يعني بنت اختها، ولو بنت اختها مش هتعمل كده. فلا انا مش هخدم، خلاص ما تخدميش. في بقى نسخة يعني فعلا فعلا فوق الوصف. الراجل بيريح دماغه من مراته ومن امه ومن الدنيا كلها، يروح هو يخدم امه. وعلى فكرة ده مش عيب، وعلى فكرة ده الواجب، وعلى فكرة ده الصح، وعلى فكرة ده المعقول، وعلى فكرة ده. بس هي كل المشكلة فين؟ ان انت لو راجل شغال شغلانة طويلة عريضة طول اليوم، هتروح ازاي تقوم بخدمة بيت امك؟ على فكرة الخدمة كاملة يعني، غسيل مواعين وترويق واحتمال عمل أكل. الكلام ده كله مفيش مشاكل يعني، احنا ممكن نعمله عادي. بس هي المشكلة إن الراجل ده لو ظروف شغله آه، ما تسمحش، يعني بيطلع الصبح بيجي متأخر، هيروح هيعمل ايه غصب عنه؟ لأنه عايز يرضي أمه ومش عايز مشاكل مع مراته، فبيعمل كده. إنما نرجع لأصل الموضوع، هي فعلا الست اللي هي مستغنية. وأقول لكم على حاجة كمان، 90% منهم مستغنية عن جوزها، تسيب له البيت وتسيب له العيال وتسيب له الدنيا كلها، تضرب تقلب عياله يروحوا ملجأ بقى يرموهم على باب جامع. مش مهم، المهم ان هي محدش يجي عليها، تقول لك نفسي اولا واخيرا. اللي يضحك في الموضوع بقى ان الست دي او البنت دي ما بتقبلش الكلام ده على امها، ما بتقبلهوش، ما بتقبلش الكلام على امها. تروح بقى ايه لمرات اخوها؟ اصلا انت اصلا مش عارفه ايه. طب ما تبص لنفسك، ويحصل بقى ايه؟ ربنا يرزقها بمشاكل من ناحيه تانية، ناحيه مرات اخوها وامها مع بعض، او هي داخله ما بينهم، تحصل المشاكل ديت. ليه؟ لان هي عايزه امها تتخدم، وعايزه امها تعمل لها كل حاجة، وهي ما تخدمش، ما تعملش، ما تسويش. انما عامل زي فعلا يعني الام المصرية عايزة ابنها يمشي كلامه على مراته، وعايزة بنتها تمشي كلامها على جوزها. طب ازاي يعني الكلام ده؟ في حاجة زي كده؟ فهو خلاصة الموضوع يا جماعة، فعلا فعلا الست او البني ادم بالعموم المستغني عن الشيء بيلاقيه. اللي مستغني، واحدة مستغنية عن بيت حماتها ومستغنية عن جوزها أصلا، اللي هو أنت مش عارف إيه، طيب مع السلامة يا عم، روح لأمك، روح أنت شوف أمك، روح. فمش رايحة هناك يا عم، فهي خلاص ما بتروحش، مستغنية. الكلام ده أنا شفته بعيني يعني، هي مش عايزة تروح عند حماتها أصلا، فجوزها اللي بيغصب عليها. طيب هم هناك عارفين، لأن في الناس بتحس برضه، فبيعملوا إيه؟ بيضطروا يعاملوها كويس يعني. دي من وجهة نظري أنا بقى، بيضطروا يعاملوها كويس، اللي هو استحملوها يا جماعة الساعة ولا الساعتين اللي هتقعد. فالموضوع ده فعلا حقيقي. أما الست بقى اللي بتخدم وبتعمل، دي بقى اللي هم
انت ما عملتيش ليه وما سويتيش ليه. اصبح قانون، اصبح ثابت عليها، اصبح هي دي شغلتها، فما حدش يلوم عليها. لان هي لما بتجيب اخرها او بتزهق بيبقى عندها حق. الموضوع بس احنا عايزين نراعي ربنا في بنات الناس، ونراعي ربنا في ازواجنا وزوجاتنا. يعني كل واحد يراعي ربنا في مراته وعياله، كل واحدة تراعي ربنا في جوزها، متعملش مشاكل. ويا ريت يا جماعة أي واحدة ت- تكون داخلة بيت عيلة تحط اللي هي عايزاه، تحط الشروط. يا إما بلاش يا ست، أنت ياما حبيتي وياما اتحبيتي وما حصلش نصيب. فلا، لازم تشوفي الموضوع ده. ما ينفعش تروحي عشان بتحبيه ولا بيحبك، ولا عشان انت شايفاه كويس تجيبي تجيبي مشاكل بعد كده، متعرفيش بعد كده ايه اللي هيحصل. يعني انا قلت اللي عندي، والباقي بقى على الله. سلام عليكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.